مستمتع فيها. قصة اليوم أنا كنت في بالي بقولها لكم قبل كم يوم، لكن لظروف منعتني، يعني أنا أعتذر. القصة هذه حصلت عام 97. في شاب كويتي اسمه محمد في 97، عمره 30 سنة، موظف غير متزوج، والولد على الفطرة، يعني إنسان عايش ببساطة، وأبوه متوفي وتارك له شوي يعني ورث بسيط، يعني ما هو كثير، وعايش مع أخوه الكبير. أخوه الكبير متزوج مغربية، فمحمد يعني يحترمها جدا، زوجة أخوه هذه، وهذا أكبر منه يعني ب10 15 سنة. فكانت يعني مو مقصرة مع أخوه ولا مع محمد نفسه، وعندهم عيال، ويشوفها يعني تربيتها لعيالها تربية جميلة. الولد تخمر في عقله شنو؟ ان بكرة انا لازم اروح المغرب واشوف لي بنت الحلال واتزوج مغربية. يعني خلاص في باله انه يعني يستحسن المرأة المغربية كزوجة وكذا، على حسب ما قاعد يشوف من زوجة اخوه، يعني بنت حلال ومو مقصرة، وفعلا الكل ترى فيهم الزين والشين يعني في العالم هذا كله، يعني ما حد يتفضل على الثاني. فيوم من الأيام في 97 ويسمع محمد ان عندنا فرقة كويتية هني، فرقة هذه فرقة فرايحية يعني شبابية، والحين اختفت، ما ادري شنو قصتهم. بس الفرقة هذه في 97 كانت عندهم حفل في كازابلانكا، في نايت كلاب اسمه بلاك هاوس، هذا في حياة ريجنسي، ما ادري اذا موجود الان او لا يعني. فمحمد كذلك يبي يحضر الحفلة، وقال يا سلام، وكذلك موجودة في المغرب، يعني عز الطلب، انا ودي اروح المغرب من زمان، ومنها حضر هالحفل هذا. فراح قبل الحفل تقريبا بشهر، قال منها اني يعني اخذ لي جولة سياحية في المغرب، ومنها انتظر الى موعد الحفلة. خذ معاه منو؟ خذ معاه سامي ولد خالته. المهم راحوا، وصلوا كازابلانكا، وسكنوا في فندق حياة ريجنسي، وبدوا عاد كل يوم يطلعون ويتمشون ويشوفون البلد، ومستمتع، وأول مرة يزور المغرب، والمغرب بلد جميل ما يحتاج كلام يعني. وعلى فكرة من الخطأ انك تعمم على دولة بالكامل بمجرد انك تشوف بعض السلوكيات في الاماكن السياحية. ترى دائما المكان السياحي ما يعبر عن اخلاق الشعب اللي انت رايح عنده. يعني احنا في الكويت لما تروح مكان سياحي، هذا ما هو حقيقة الشعب الكويتي، ولا حتى الاماكن السياحية في المغرب هي حقيقة الشعب المغربي. ولا اي دولة في العالم تروح فيها مكان سياحي يكون هذا يعبر عن اخلاق الشعب. المكان السياحي دائما يكون مكان تجد فيه سلوكيات سيئة.
خرابيط وسوالف وكذا، بما انه سياح ويعني يعني انتم عارفين، يعني ما يحتاج يشرح لكم ان المكان السياحي دائما يكون اسوأ مكان في الدولة من الناحية الاخلاقية انا اقصد. المهم، ويروح محمد معاه سامي الى كازابلانكا. اول يوم ثاني يوم سهروا في مطعم، وسهروا ما ادري وين، ويتمشون، وتطيح عين محمد على بنت اسمها يمنى. يمنى عمرها 18 سنة، بنت مغربية. إذا كان للجمال عنوان فهي يمنى. تقول لي يا ابو طلال الاسطوانة المشروخة، كل قصة فيها بنت جميلة. يا جماعة لو ان هذه مو جميلة، محمد طالع من الكويت واصل للمغرب عشان يحب وحدة جيكرة مثلا ولا بشعة؟ مو معقول اصلا. شاف البنت جمال، اول مرة يشوف بنت بهالقدر من الحسن والدلال وكذا، واغرم فيها. والولد طينة بيضة، الولد توه ما عنده خبرة في الحياة، واصلا النية زواج. حتى لما شافها اول مرة راح لها على طول فاتحها موضوع الزواج، وانا شاب وكويتي، وانا الحمد لله موظف ومستقر، وابحث عن بنت الحلال اتزوجها. حتى البنت نفسها يمنى هذه استغربت منه، قالت هذا ايش فيه، يمكن مو صاحي او مجنون. اعتقدت انه يضحك او انه يعني مو معقولة اول مرة تشوف بنت على طول تجيها من باب انه زواج، كأنك كنت قاعد تنصب عليه. يعني البنت بهالطريقة فهمت، لكن بعدين عرفت ان هذا طينته المسكين توها فريش وما يعرف وما عنده خبرة في الحياة، مع انه هي اصغر منه. مشت معاه وقامت تروح تطلع معاه وقام يشرالها واستانست عليه. يمنى هذه شنو قصتها؟ يمنى عايشة في بيت بسيط جدا في كازابلانكا في احد الاحياء، عايشة مع اخوها، واخوها هذا عسكري يشتغل سواق سيارة البوكس مالت الشرطة، لكن عسكري بسيط يعني. ويمنى لا تدرس ولا تشتغل ولا شيء، من نادي لنادي، لكن كأنها البنت يعني تنتظر فرصة يعني في الحياة، تنتظر أي يعني أحد ينتشلها من الفقر اللي هي فيها يعني، لكن ما عندها طموح إنها تدرس، إنها يعني تشتغل، لا ما عندها السوالف هذه. وجاها محمد شاب أغرم فيها، وقام يصرف عليها ونيته زواج، وانبسطت. قالت والله هذا عز الطلب. والولد فعلا مات في يمنى من جمالها وكذا، وراح لهم البيت وشاف بيتها، يعني تأكد عن وضعها. طبعا ما شاف اخوها وكذا، لا شاف انه وين ساكنه وكذا، وحس ان البنت فاتحت له قلبها يعني. فقال انا خلاص لقيت البنت اللي راح اعيش معاها باقي حياتي. المهم، لكن ما كان يدري عن سر غريب جدا جدا في يمنى. كل يوم لما كان يتصل على يمنى في البيت يقول لها بشوفك، تقول له اوكي.
تجي معاه، يطلعون يتمشون ويروحون الأماكن السياحية، يروحون ما أدري وين أي وقت يتصل عليها يلقى يمنى على أهب الاستعداد. لكن ما كان يدري إنه كان يطلع مع بنتين مو بنت واحدة. شلون؟ يمنى عندها أخت اسمها يسرى، توأم، لكن توأم مطابق البعض 100%. يتشابهون بالشكل، بالطول والوزن، بالأسلوب، بالصوت، بكل شيء، حتى بالشعر وقصة الشعر وطريقة سبحان الله. وفعلا في توأم يسمونه توأم السيامي أو توأم اللي من مشيمة واحدة، هذول يكونوا متطابقين، وفي بعضهم فيهم تطابق عجيب جدا لدرجة انهم يفهمون افكار بعض بالنظرة. يعني لو هذا يقول كلمة هذا يكمل عنا الجملة، يعني من كثر ما هم يعني كانوا جدا متفاهمين البنتين هذول. فمرات يمنى تكون مشغولة تخلي يسرى تروح له. يسرى لما تلتقي فيه يمنى قايلت لها كل السوالف وتمشي مع محمد، ومحمد ولا حاس ان هذه غير وهذه غير. لكن كان في فرق بسيط بينهم. كانت واحدة فيهم اللي هي يسرى عندها شامة فوق الشفاه، لكن إذا كانت تطلع يعني مع محمد تروح تغطيه بالمكياج وكذا عشان ما ينتبه على الشامة، ولا غير هذه أبدا. والولد أصلا ما حس بالسالفة. وتروح الأيام وتجي الأيام. هالبنتين يسرى ويمنى سبحان اللي خلقهم في هالجمال وهالتطابق والشبه الكبير اللي بينهم. لكن كانوا البنتين ما هم هينين. صحيح عمارهم 18 سنة، لكن شطانة الأرض كلها فيهم. اسمعوا السالفة. يمنى ويسرى عندهم صديقة اسمها صفاء، يسمونها صوفيا. صفاء هذه تعيش عندها أخو، أبوها متوفي طبعا، وعندها أخو اسمه عبد العلي أو عبد العال، يعني عبد العلي. عبد العال هذا كرمكم الله من الشباب اللي تروفه أو الناعمين يعني. فصفاء كانت تلازم دائما بطلعاتها وجياتها تطلع مع منو؟ مع يمنى ويسرى. صفاء الحين انا قايل لكم ان يسرى ويمنى فيهم جمال وعنوان الجمال. تصدقون يوم طلعت صفاء صاروا يمنى ويسرى ولا شيء عند جمال صوفيا أو صفاء. صفاء كانت فيها يسمونها الثأثأة، اللي هي لما تتكلم تقول إث إث إث، يعني كديرة لا باث عليك، لا باث تقول. لكن رغم العيب اللي فيها هذا إلا إنه كان زايدها جمال بوصف اللي كان يشوفها بعينه.
يقول الثأثأ اللي فيها يا ابو طلال سبحان الله العيب اللي يخلي بني آدم مميز. وسبحان الله ترى فعلا في واحد ينجرح في وجهه مثلا، ولا في شفاهه، ولا مثلا فيه لدغة، ولا في حور بعينه، لكن يكون هذا سبحان الله كأن ميزة ويزيد حسن وجمال. سبحان الله. يعني هذه صوفيا كانت يعني في قمة الجمال، وهالثأثأ اللي فيها خلتها أجمل وأجمل. يوم شافها منو جاية مع صديقاتها يمنى ويسرى معزومين بمطعم، وعزموا صوفيا. طبعا اللي عازمهم منو؟ عازمهم محمد، بعد ما اكتشف ان يمنى عندها واحدة ثانية مطابقة، فقال الا اشوف اختك الثانية. لا انا كذي انت قاعد تلعبين علي، انا لازم اعرف منو فيكم يمنى ومنو يسرى. قالت لي انا يمنى. قال لا جيبي اختك الثانية. قالت اوكي. راحت وواعدت اختها، قالت يبا تعالي عازمنا على مطعم. والولد كأنه اكتشف وكأنه كذا، لأنه مرات يسولف مع يمنى عن موضوع يتفق معاها، وتقوم تطلع معاه يسرى ناسية الموضوع. هني بدأ الولد يوم عن يوم يوم عن قال لا في شيء غلط. يوم ضغط عليه انت ايش فيك وكذا وانت ما تهتمين، وانا نيتي معاك صادق وابي اتزوجك وانت يعني ما تركزين معي بالكلام. قالت له الحقيقه يبا احنا ترى توأم، وانت الظاهر مره شفت اختي قال الا اشوفها. عزمتها على المطعم، وبالصدفه عزموا صوفيا. عزموا صوفيا وكان موجود منو؟ محمد، وجايب ولد خالته سامي، وكان معاهم السايق اللي كان يوديهم وماخذهم، يعني ماخذينه لمدة شهر، يعني فترة السفر اللي وياهم. وقاعدين في المطعم، يوم دخلت عليهم صوفيا ويشوفها محمد قاعد اقول لكم قلبه خضر. الاختيارات عنده تعرفون مثل واحد يعني مثل يعني الصغار هذول في العمر لما يدخل محل حلويات اول شيء يشوفه ياخذه، بعدين يقول لا ياخذ الاحلى والاحلى والاحلى. الولد تفكيره كذي يعني. مع ان المرأة لها، طبعا المرأة لها كل تقدير يعني، واختيارها ما يكون على اساس فقط الجمال، لا يكون على اسس يعني معينة. يعني الجمال مع مثلا اخلاقها، منبعها واصلها وفصلها، وامور كثيرة تحكم يعني اختيار الرجل للمرأة كزوجة يعني. لكن هذا محمد قاعد اقول لكم ما شاف بحياته. الولد عايش يعني شبه انطوائي، وراح شاف الدنيا. والوضع عندنا بالكويت وين تشوف بنت وتقعد وياها ب97 يعني. فهناك شاف انه شوي يعني الامور متاحه. انا ما اقصد انه خراب، لا، رايح مكان سياحي. اللي قاعد اقول لكم انه دائما يكون فيه الخرابيط اكثر، وهذا ما يعبر عن اي شعب يعني. لا حد يزعل مني يا اخوان المغاربه، ترى انتم عزيزين وغالين علي. المهم مالكم بالطويله، يوم شاف صوفيا استخف محمد، قعد طول القعده يقارن بين صوفيا وبين البنتين اللي قاعدين. قال لا اصلا ما خلاص فقد الذاكرة، فقد البنتين، وقال انا ايش فيني استعجلت بالاختيار يعني. هذا اللي انا ادور عليها، اللي
استغفر الله. والله يا الرجاجيل يا بعضكم فيكم مشاكل انتم، والله قاعد تورطونا مع العالم. شاف البنت قال لا 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 لا، انا هونت ما ابي يمنى، انا ابي صوفيا. وخصوصا صوفيا لما قعدت تسولف قال في فرق كبير جدا بين هالبنت هذه وبين يمنى واختها يسرى. ليش؟ محمد هم شنو يوم شاف هذه حلوة وهذه حلوة ويبي يختار واحدة كزواج، قام ينتقل إلى البند الثاني اللي هو بند مستوى تفكير البنت هذه ومستوى تفكير البنت هذه. يمنى خلال كم يوم اللي قاعد وياها وراح وقاعد يتعرف عليها وكذا، شاف ان البنت هذه يعني كأنها تافهة، يعني ما عندها شيء في الحياة، ما عندها هدف مثلا تكمل دراستها، ما عندها هدف انها تشتغل، ما عندها هدف، كلها تبي تشتري، تبي اغراض، تبي تمشي، تبي تروح مطعم، تبي ما ادري شنو. لكن لما قعدت معاهم صوفيا ويسولف معاها قالت والله انا خلصت مرحلة الجامعة والحمد لله وجبت نسبة معينة، وانا الحين عندي طموح ابي اصير مثلا مضيفة طيران، وانا ابي اتوظف، وانا ابي كذا، وممكن اني اطلع برا المغرب اروح اي دولة ثانية. يعني السوالف هذه قال يعني جميلة وعقل وذكاء وشاطرة احسن من هذه اللي هي الثانية اليمنى. المهم لكن كان خايف انه تكتشف يمنى الموضوع وتسوي له سالفة. سكت ولا كأنه في شيء. خلصت السهرة ورجع للبيت، مسك صاحب التاكسي قال له شوف انت الحين احنا وصلنا صوفيا بيتهم صح؟ قال اي نعم. وصلنا يمنى واختها بيتهم؟ قال اي نعم. قال له ابي منك خدمة. قال له شنو؟ قال تروح بيت صوفيا وتجيب لي رقم تليفونها، ابي اكلمها بس بدون ما حد ينتبه، وانتبه من البنتين اللي نزلناهم هذول لا يدرون. قال اوكي. اليوم الثاني سايق يدل البيت ويطق الباب ويطلع له اخو صوفيا اللي اقول لكم نعومي هذا اللي قال له وين صوفيا؟ طلعت صوفيا مرحبا وشلون وكذا، الرجل يبي يكلمك. قالت اي حاضر. تقصد منه؟ قال له محمد اللي امس واللي انا وصلتكم. قالت ايه ما في مشكله، خليه يتصل عليها على هالرقم هذا رقم البيت. اتصل في صوفيا، مرحبا صوفيا يعطيك العافيه وكذا وانا ودي اشوفك. قالت له ليش آمر يا محمد؟ قال لها ابي اكلمك بموضوع والموضوع جدا مهم وكذا قالت له اوكي ما في مشكله. المهم توعد معاها وطلع معاها في مطعم وفاتحها في الموضوع. قال لها بصراحه انا معجب فيك وابي اتزوجك. البنت كانت بسم الله، هذا كل ما يشوف واحده يعرض عليها الزواج. قالت له يعني انت خطيب يمنى؟ قال لها يبا انا مو خطيبها، انا توني يعني متعرف عليها، لكن
لما شفتك انا خلاص يعني وقع الاختيار عليك، وانا ابي اتزوج على سنة الله ورسوله، واذا انت مرتبطة. قالت لا انا مو مرتبطة. قال لا خلاص، وش اللي يمنع وانت تجربين، واذا انا انسان سيء لا توافقين على الزواج. البنت يعني قالت اوكي، يعني مبين عليه شاب محترم وصادق وكذا. المهم من السوالف قاعد يسولف وياها وتقول له انا شنو طموحي وكذا. قالت له انا طموحي اني اكون مضيفة طيران. قال له اي لحظة شوي، شلون يعني تصيرين مضيفة طيران؟ قالت انا قاعد اجمع مبلغ علشان ادخل معهد لتدريب المضيفات، وهذول بعدين يرشحوني الى الخطوط الطيران، يعني طيران مثلا الاماراتي، الطيران المغربي، الطيران الاردني، كذي يعني، بعد ما اخلص من هالدورة وانجح منها. لكن الدورة هذه مكلفة جدا. قال لا انا حاضر وكذا، امشي معي. وين؟ قال لا امشي مالت شغل. ويروح يوديها مع التاكسي. قال له ودني عند المعهد. هذا طبعا الكلام اليوم الثاني. وفعلا يوديها المعهد. كم التكلفة؟ قالوا له تكلفة الدورة هذه وشهادة معتمدة ومن هالكلام تقريبا يعني فيها $5000، 97 الكلام. ويقوم محمد ويدفع $5000 للمعهد ويعطيها صك الاشتراك. البنت استخفت، يعني هي كان في بالها انها تقعد تجمع 2 3 علشان تدخل المعهد ويجي محمد ويسدد المبلغ البنت عرفت انه شاب فعلا النية طيبة، وان الولد على نياته وكريم ومن هالكلام هذا، اعجبت فيه. خلاص يعني البنت صارت فعلا تحب محمد، ومحمد يموت فيها. لكن ابتلش محمد منه بيمنى 24 ساعة تدقدق عليه. شلون تدق عليه؟ من التليفون الموبايل اللي هو حاطه لها. طبعا سالفة الموبايلات في المغرب في ذاك الوقت سالفتها سالفة. علشان تفتح تليفون او تفتح خط تليفون لازم عندك حساب بالبنك، وتحط فيه تقريبا $1000 ما تسحبهم، وغير الاشتراك اللي تدفع. يعني مو اي واحد يحط خط تليفون في المغرب في ذاك الوقت. راح محمد على طول بعد ما تعرف على يمنى، حط لها حساب في البنك وحط لها المبلغ وطلعها خط تليفون علشان بس يقدر يكلمها، وكان خايف انه يرجع للكويت وما يقدر يتواصل معاها. المهم استلمت يمنى اتصالات ما قام يرد عليها، هي مو عارفه ايش السالفه. قام كذلك وحط تليفون حق منو؟ حق الحين زوجة المستقبل اللي هي صوفيا، مثل ما سوى حق يمنى. وبدأ عاد يطلع ويجي معاها وكذا، وعاش قصة حب خيالية. خلاص رتب نفسه واتصل على هلا في الكويت وقال لهم انا لقيت البنت وانا بتزوج، وقالوا له خلاص وكيفك انت على راحتك، شو نسوي لك؟ اعقد كتابك عليها، ولما تجيب العقد تجي الكويت تصادقه عشان تقدر تدخلها بعدين، يعني يرتب اموره يعني. فهو كان يعني مع صوفيا يسوي استعداداته.
في هالوقت هذا يمنى تتصل اول يوم ثاني يوم، قامت تروح كل الاماكن اللي يتردد عليها محمد وولد خالته سامي، تدور عليهم. مرات يشوفونها جايتهم في مطعم فلاني هذا تنتظر، يهربون منها، يروحون مني يشوفون يمنى ناطرتهم، احرقتهم حرق. وين راح هني سوى محمد علشان يفتك من يمنى، وهو كان محرص على كذلك البنت صوفيا انها ما تسولف،